جماعه انا جات لي فاكهه من زنزبار، جات لي لسه جايه لي، واصله لي النهارده، قلت لازم اصورها لكم النهارده وهي لسه جايه لي طازه. جات لي انانسيه، بصوا الانانسيه قد ايه، وجاي لي موز احمر. انا اول مره اشوف الموز الاحمر ده، هنجربه ونشوف زي الموز بتاعنا ولا الموز بتاعنا احلى، هنشوف. بصوا موزايه صغننه جدا، تعالوا نبدا بالموزه. بصوا الموزايه عامله ايه، صغنونه. استنوا نقطع واحده. يعني هي تخينه كده شويه وقصيره، لونها احمر. هي المفروض لسه عايزه تستوي شويه، بس انا مش هصبر طبعا، هجربها على طول. هي ريحته ريحه الموز اللي عندنا الاخضر شويه، اللي لسه فعلا عايز يستوي. تعالوا ندوق ونشوف. بسم الله. طعمه طعم الموز اللي عايز يستوي، طعمه موز عادي، هو مش ماسخ، بس مش المسكر بتاعنا بقى. هسيب الباقي بقى يستوي وابقى اكله بعد السوا، اكيد هيختلف. بس هو في العموم موز، انا مش شايفه ان في اختلاف بين الاحمر وبين الموز العادي بتاعنا اللي لسه عايز يستوي يعني. بس حلو. هاتوا موز بلدي عادي المنقط بتاعنا. نيجي بقى للانانسيه دي، انا لحد دلوقتي مش عارفه هقطعها ازاي، فهنقطعها سوا واحنا بنصيبنا. بصوا كبيره ازاي، اكبر انانسيه، والله كتر خيره اللي جابها لي. هنقطعها سوا. بسم الله. هو انا بدل ما اعذبكم معايا، انا هوقف واقطعها وبعدين نرجع لكم. قطعتها الحمد لله بمساعدة اخويا، طبعا ما قدرتش اقطعها لوحدي. بصوا شرايح الاناناس ريحته حلوه قوي. تعالوا ندوق بقى حته منها. بسم الله. الاناناس حلو قوي، الاناناس حلو يا جماعه. السوا بتاعها مظبوط قوي، وطعمها فيه المزازه الخفيفه كده بتاعت الاناناس، ممتازه ممتازه بجد. انا هخلص الاناناس بس مش لوحدي يعني، هاكلهم معايا اكيد يعني. الاناناس حلو قوي. هو طعم الاناناس بتاعنا برضو يعني، بس هو طبعا جاي من بره فاحساس مختلف، بس هو حلو يعني. لو ما عرفتوش تجيبوه هاتوا الاناناس بتاعنا برضو عادي. كده يبقى احنا جربنا الموز وجربنا الاناناس. عايزه اوريكم حاجه يعني جات لي من هناك برضو. بصوا يا جماعه جاب لي ايه، جاب لي دي من هناك، كاتب عليها ريري. مدلعني. ايه رايكم، حلوه صح؟ كتر خيره والله. بس دي كانت تجربتنا من الفواكه بتاعه زنزبار. طبعا المفروض ان هو مكان بتاع فاكهه اكتر من كده، يعني فيه فواكه كتير، بس للاسف كان مش الموسم بتاعها للحظ. حظي انا يعني. فاللي عرفنا نجيبه الموز والاناناس. بس كده، دي كانت تجربتي مع فواكه تنزانيا. يلا باي باي.